طب انا اصحابي جايين دلوقتي، مين اللي كسر الكيكه والبسكوت والحاجه كده؟ الصراحه انا مش انا. امال مين؟ صوفيا. وربنا لا. انت اللي عملت كده؟ لا طب انت بتضحكي؟ امال مين اللي عمل كده؟ الصراحه انا يا ماما. ايه؟ الصراحه انا كنت عايزه اعمل هديه تعمليها لك بس. يا ست الكل انت عارفه يعني ممكن تطلعي منهم حاجات. ورينا الابداع بقى. افكر. هتدفعوا كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ انت رخيص قوي. سيبوني بقى ابدع بقى، سيبوني. هجيب اطباق صغيره كده او كاسات، وهحط كده في القاعده بتاعتها شويه من الكريم شانتيه، وبعد كده هحط شويه من الكيك المفروت، وهحط شويه بقى من المانجا المقطعه. اي فاكهه في البيت، انا كان عندي مانجا وعنب، هعمل بالمانجا والعنب. زي ما انتم شايفين حطيت الكريم شانتيه في قاعده الطبق، في قاعده الاطباق كلها، وبعد كده بحط الكيك المفروت، بعد كده بحط فاكهه المانجا الاول. هخلص الاطباق بالشكل كده. انا عملت اطباق ترايفل بالكيك والمانجا، هعمل بقى الترايفل بالبسكوت والعنب. زي ما انتم شايفين حطيت في الكاسات كده الكريم شانتيه في القاعده من تحت. بعد ما حطيت الكريم شانتيه طبعا بالشوكولاته، هحط طبقه من البسكوت، ودي بتبقى بالاكتر زي الكيك كده. اكتر طبقه بنحطها يا اما بسكوت يا اما كيك. انت ممكن تحطي كله على بعضه، بس انا حبيت اعمل ترايفل بسكوت واعمل ترايفل كيك. زي ما انتم شايفين البسكوت حطيت عليه العنب، والكيك حطيت عليه كمان المانجو. يعني غيرت التيست بتاع الطعم. زي ما انتم شايفين هحط كل العنب كده من فوق الوش، فوق البسكويت، وبعد كده هجيب بقى الكريم شانتيه بالشوكولاته. زي ما انتم شايفين كده هحدد بيه الطبق او الكاسه. وطبعا انا عاملاه جوسي عشان الكيك يمتص الكريم شانتيه، وكمان البسكوت يمتص الكريم شانتيه بالشكل ده. طبعا انت لو عايزه تعملي الكريم شانتيه اجمد من كده هتضربيه شويه كمان وتسيبيه نص ساعه في التلاجة يسقع، بس انا عايزاه يبقى جوسي عشان الكيك يطرى والبسكوت يطرى بالكريم شانتيه بالشوكولاته. زي ما انتم شايفين كده. حطي بقى اي حاجه في البيت عندك زيني بيها. كان عندي اللي هو الكريسبي الشوكولاته، حطيتها كده في النص فوق الفاكهه، وعملنا احلى ترايفل فاكهه بالعنب والمانجو والكريم شانتيه بالشوكولاته. بجد يا بنات رهيب، جربوه وسهل وبسيط، والمقادير موجوده كلها في كل بيت. فراويت كيك وفراويت بسكوت وشويه فاكهه من اللي في البيت. انا كان عندي المانجا في التلاجة والعنب، ودي الفاكهه اللي كانت متاحه عندي، والكريم شانتيه بالشوكولاته ده كان متاح عندي برضو في البيت. فعملنا احلى حلو. الحاجات دي عشان تجيبها من بره 1000 جنيه كده وش يعني. فاحنا روقنا عليهم وروقت عليا يوم عيد ميلادي. قولوا لي بقى كل سنه وانت طيبه يا ساره. بجد تحفه. عايزه اقول لكم في حته تانية بجد رهيب. انا ما حبيتش احط البسكوت على الكيك، عملت كل طعم لوحده، الكيك لوحده والبسكويت لوحده. ده بفاكهه وده بفاكهه، لازم يبقى فيه ابتكار كده وابداع. انا المفروض ادفعهم فلوس يا جماعه، انا هدفعهم فلوس. تحفه.